السلام عليكم يا بنتي. تحت امرك يا فندم. والله احنا عندنا ميعاد مع استاذ الاستاذ كريم. اقول له مين حضرتك؟ الحاج عبد الرازق خليل يا بنتي. مستر كريم. الاستاذ عبد الرازق خليل. الحاج عبد الرازق خليل. انا مش استاذ. بابا بس معلش هو بيحب كده. اتفضل يا حاج، هو في انتظاركم. ميرسي. يلا يا بنتي، يلا اتفضل. اهلا وسهلا، شرفتونا. اهلا بيك يا ابني. أه، أه، يا استاذ كريم. اقدم لك يا سيدي هبه بنتي اللي هيبقى المكان باسمها. ازيك يا كريم يا زهر؟ ازيك يا هبه؟ عامله ايه؟ فينك؟ موجودة. 7 سنين؟ أكتر. كريم كان زميلي في الجامعة يا بابا. الجامعه الامريكانيه. ها على كده انتوا تعرفوا بعض. ها ده مش كده وبس، دي بنتي كمان اسمها هبه. ها بس كده بقى يا ابني. شوف كده هتنزل لي قد ايه من سعر المتر؟ انا تحت امر حضرتك يا انكل. وانتي عامله ايه؟ وفينك؟ موجودة وعندي بزنس لطيف. ما شاء الله. ايه؟ ورود. عندي محل ورود اسمه توليب. انا مراتي بتجيب حاجات كتير من عندك على فكره. والله؟ طب ابقى قولي عشان أخدمها. اكيد. وحياتك يا ابني نتكلم في الشغل، وحياة والدك الشغل. وانت لك حساب معايا، الحق عليا ان انا اخدتك معايا. قول يا ابني، قول. انا مجهز لحضرتك كل الاوراق الخاصه بالمكان والعقد وطريقه الدفع والتيرمز. ترمس ايه؟ هو احنا ما عندناش انستولمنت، بس انا ممكن اعملها عشان خاطر حضرتك. هو بيحاول يعمل المبلغ على أقساط. اقساط. ما تقول كده يا اخي، كده كويس. شوف يا ابني، انا فلوسي كلها محطوطه في بضاعه، ومش عايز اتعور من مبلغ كبير زي ده، فوحدك قسمهم لي اقساط. وبلاش حكايه الترمس والفول دي. بس خلي بال حضرتك، القسط هيكون كبير شويه. كام يعني؟ يعني المكان اللي حضرتك عايزه قسطه ممكن يكون حوالي 2 مليون كل 3 شهور. لا 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 لا، ما ينفعش. انا يا ابني عايز اخلص. انا هدفع 4 مليون كل 3 شهور. ها لا، عايز اخلص. وبلاش حكايه الترمس والفول دي. مش كده يا عروسه؟